السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي قناة السوبر هاتريك، وحشتونا جدا وأهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن خبر جميل جدا لعشاق ليفربول، هيطمنهم على مباراة ليفربول ونيوكاسل الأسبوع المقبل، المباراة الصعبة جدا جدا. وهنتكلم عن الموضوع اللي مش عايز ينتهي، اللي كل شوية يطلع فيه أخبار جديدة، وهو موضوع محمد صلاح والاتحاد السعودي واتحاد جدة، اللي الناس كلها طالعة نازلة مفيش غير صلاح رايح الاتحاد، صلاح جاي من الاتحاد، صلاح وافق، صلاح رفض، والكلام ملوش اي معنى ولا ليه اي لازمه. هنتكلم بشكل واضح ونوضح اللي حصل النهارده في الموضوع والجديد فيه، وهنتكلم كمان عن كام خبر كده في السكه. فانزلوا حالا حطوا لايك الجميل بتاعك واعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده النهارده سمعت ان محمد صلاح وافق على ان هو يروح اتحاد جده. طلع الصحفي رومانو طبعا قال لك ان مفيش الكلام ده كله، وان صلاح مستمر مع ليفربول ومكمل، وليفربول ما عندهاش اي نيه ان هي تبيع صلاح، ولا صلاح عنده اي نيه. طلع صحفي طبعا، او الصحافه عكازه السعوديه بتقول لك ايه بقى، ان رئيس اتحاد جده عبد الوهاب عابد انتقل الى بريطانيا او انجلترا او لندن عشان خاطر يفاوض محمد صلاح ويفاوض ليفربول عشان ياخدوا محمد صلاح. شويه وطلع الصحفي تاني رومانيو قال لك ان الكلام ده مفيش اي حاجه، وطلع رامي برضه عباس وقال لك ان مفيش اي تفاوض خالص. لسه من كام ساعه طلعت قناه الكاس السعوديه تقول لك ان خلاص خلال ساعات، مش ان صلاح وافق، لا، يقول لك خلال ساعات اتحاد جده هيمضي مع صلاح خلاص بشكل رسمي. كل الكلام ده بينفيه طبعا وجود محمد صلاح في تدريبات ليفربول النهارده بيضحك، مفيش اي مشكله معاه. كمان اكد الصحفي مره ثالثه ان مفيش اي نيه، مفيش اي تفكير، والاتنين مكملين مع بعض. فانا مش عارف قنوات السعوديه وقنوات وصحافه السعوديه عايزه ايه مننا، عايزه تشتت ليفربول. ما هو كده كده متنيل على عينه وبيقدم نتائج سلبيه وما عندوش لعيبه في خط الوسط ولاعب الارتكاز، وعندنا مشاكل كتير. فيا ريت صحافه السعوديه وقنوات السعوديه ترحم ليفربول وتسيبهم في حالهم، مش ناقصه تشتت في الحوار. نهايه الكلام كله ان كلها اشاعات، كلها ضغوطات بتضغطها السعوديه، كلها شو بيعملوا قنوات السعوديه وصحافه السعوديه علشان خاطر يلموا طبعا شويه مشاهدات، شويه حوارات كتيره في اللي هم بيتكلموا فيها. يعني من الاخر كلها اشاعات ملهاش اي دليل من الصحه، لان الصحفي اللي بقول لك عليه ده بيجيب الكلام الصحيح، عمره ما جاب خبر في شنك، عمره. نخش بقى على خبر بيب جوارديولا، بيقول لك ان هو هيغيب عن مانشستر سيتي في المباريات القادمه لحد التوقف الدولي. طب ليه يا عم؟ بيقول لك ان هو هيعمل عمليه جراحيه تخليه يستبعد عن المباراه او المباراتين اللي هيلعبهم. اعتقد انها مباراه واحده هيلعبها مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي، فبكده الراجل هيغيب عن المباريات. مانشستر سيتي هيلعب بدون اي مدرب طبعا الا المساعد بتاع جوارديولا، فيعني اتوقع انها تكون ضربه قويه لصالح مانشستر، ولكن مانشستر مفيش حد موقفه في الفتره دي. كمان برناردو سيلفا بيقول لك ان هو النهارده كشفت الصحافه الانجليزيه ان خلاص برناردو سيلفا هيجدد النهارده فعليا مع مانشستر سيتي عقده، والكلام انتهى ما بينه وما بين برشلونه. الخبر بقى الجميل اللي انا طولت عليك فيه، وهو ان ليفربول كان قدم طلب استئناف كده ان هم يبصوا في الغاء او طرد لماك أليستر اللي حصل في المباراه امام برنوموس، اللي ملوش اي داعي، ملوش اي لازمه. فبالتالي ليفربول شاف ان هي ظلمه كده، وشاف ان هو ما يستحقش طرد، فقدم طلب. فطبعا من الجميل جدا ان هو تم قبول الطلب، والراجل فعلا الغوا عنه الطرد، وهيكون متواجد في مباراه نيوكاسل باذن الله وكل المباريات اللي جايه. وكده مفيش طرد، مفيش غياب ماك أليستر، فان شاء الله هنشوف سوبوسلاي، هنشوف ماك أليستر وسطيهم اندو. فان شاء الله نتوقع انه ليفربول يقدر يتصدى لنيوكاسل، اللعيبه والعناصر والمدرب والفريق القوي جدا، لانها تكون مباراه مدعكه هنتكلم فيها بالتفاصيل باذن الله في حلقتها خاصه. فحبيت ان انا اقول لكم واشارككم بعض الاخبار المهمه النهارده. اتمنى ان شاء الله يكون الحلقه عجبتكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.